السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هنكمل النهاردة الدرس اللي خدناه المرة اللي فاتت، اللي هو القيم الفلسفية التي تكسبها الفلسفة للفرد. وهناخد دلوقتي تالت قيمة من القيم الفلسفية اللي بتكسبها الفلسفة للفرد، اللي هي قيمة التسامح الفكري. التسامح الفكري هو المرونة الفكرية، وبيعتبر الشخص المتسامح أو التسامح ده من أساسيات التفلسف، بمعنى رفض النظرة الأحادية والقبول باختلاف وتعدد الآراء. للتسامح عندنا أهمية بالنسبة للفرد والمجتمع. هنلاقي إن أهمية التسامح الفكري للفرد التحرر من الجمود والتعصب الأعمى، والتمييز بملامح النضج أو التميز بملامح النضج والتطور الفكري، والرقي وامتلاك نفسية سوية. أما بالنسبة للتسامح وأهميته للمجتمع، هي القدرة على التعايش مع الثقافات المختلفة والحفاظ على حقوق ومصالح الآخرين واستمرارية الحوارات البناءة الفعالة. رابع قيمة عندنا اللي هي قيمة الحرية الإنسانية، وهي معناها اختيار الفعل عن روية وتدبر، مع القدرة على عدم اختياره والقدرة على اختيار نقيضه. فهنا مثلا انت بتختار تلتحق بالقسم العلمي او القسم الادبي بعد المناقشات ومميزات وعيوب كل منهم، بل ممكن ان انت تترك كلاهما وتتجه مثلا للتعليم الفني او اي تخصص مهني اخر. فهنا عندي في ارتباط وثيق بين الحرية والمسؤولية. فالإنسان مسؤول طالما كان حر في اختياراته، فعدم المسؤولية هنا بيترتب عليها الفوضى والدمار، لأن يجب أن يكون الإنسان ملتزم بالقواعد والنظم اللي بتحد من حرية الفرد. فمن نجح يكافئ على مجهوده، ومن رسب يعاقب على إهماله. فهنا الحرية مسؤولة. لو جينا دلوقتي ناخد نموذج تطبيقي، هنلاقي إن عندنا استخدام الوسائل التكنولوجيا بين الحرية والمسؤولية. بفضل التقدم التكنولوجي في وسائل التواصل، أصبح للفرد الحرية أو الدخول لهذه المواقع والنشر الإلكتروني دون قيد التشغيل أو وجود شرط يسمح لهم بالاشتراك في النشر، حيث يعتقد الكثيرون من مستخدمي تلك المواقع أن حريتهم مطلقة ولا يستطيع أحد أن هو يقيد حريتهم. فكان كل واحد بيخش الموقع أو المكان اللي يحبه على الإنترنت بدون أي قيود. طب لما نيجي ناخد عندنا هنا المعنى الاصطلاحي الفلسفي لكلمة حرية، المعنى الاصطلاحي هنا معناها أن الكتابة بأمان ومسؤولية وتحري الصدق في الكتابة، احترام حقوق الآخرين واحترام سمعتهم، والتأكد من صحة الأخبار فلا ننشر الكذب أو الإشاعات، التحري عن الشخصيات فلا نكتفي بالسماع عنهم، السرعة في الاعتذار لو اكتشفنا في خطأ، ومن آداب النصح أن نقدم النصيحة على السر بدل العلن، والأمانة في نسب الفضل لأهله، والتأني وعدم التسرع في التعليق.